عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم موضوع حساس جدا يتابعه الكثير من الناس ويستغله الكثير من الناس للأسف، بسبب لا أعرف، أنا لا ألوم أو لا ألوم، بسبب ضعفهم. ضعاف وأنا واحد منهم، بسبب ربما قلة الموارد المالية وشح المدد المادي. نقول صح، لكن الإنسان لا يجب أن يتواطأ أكثر من هذا ويتدخل في شؤون الله. موضوع يعني هي أحداث آخر الزمان والفتن والهرج. يعني ترى الناس كأنها فرحانة لهذا الفرج، لهذا الهرج والعياذ بالله. فمثلا يأتي واحد يقول فتنة في مصر، يأتي الآخر يقول لك رؤيا تؤكد أن وجود فتنة في بلد الحرمين. يعني هذا يعتبر يعني حسد. أتمنى لإخوانك الشر، اللهم أجرنا من الفتن. هذا الشيء يعني مكتوب إن شاء الله يعني عند الله، ولم تأتي فيه ساعة القضاء بعد، لم يقضي الله فيه، لكن نستبشر خيرا. وكثير يعني يستعدون وتسب، والآخر يعني يشتت في غيره، والآخر يطعن في غيره، والآخر أنا كذا، والآخر يحط في نفسه في مواقف محرجة، والآخر 20 يوم وسيخرج رجل ويكلم، والآخر يعني يقول لك الفلان هذا هو كذا السفياني يا ناس اتقوا الله، لماذا تفعل هكذا؟ فهذا حرام وبهتان. يا أخي عيش حياتك وادعي لإخوانك بالخير، واعلم أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إخواني الكرام، أنا أدخل أحيانا لفيديوهات السوشيال ميديا في التيك توك، تونس كذا، تونس قرطاج، تونس ترشيد، اليمن كذا فيها كذا، فيها مصر فيها صاحب من كذا، العراق فيها المسردب، وكلام، وهل هذا هو السفياني وهل هذا هو يعني كلام غريب جدا. والناس تتابع والناس تتكلم، واقسم بالله ان اكثر من نصفهم لا يحفظون فاتحة الكتاب اصلا. يعني انت تنتظر في اشياء و يعني متشوق، وانت ماذا اعددت لهذه الاشياء؟ يعني انت لا تعرف صلاة الصبح كم فيها من ركعة، فكيف ستواجه هذه الامور او هذه الفتن؟ فادعوا الله دائما اخواني الكرام بان يخمد نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن. وادعوا لإخوانكم يعني بالفرج، وأحبوا بعضكم ولموا شمل بعضكم، ولا دائما تأخذوا ناس أو قوم كامل بما فعل واحد سفيه فيهم. هذه أشياء أنصح بها إخواني، فتيقنوا منها. واعلموا دائما في النهاية أن هناك شخص أو أشخاص برئاسة شخص آخر أو مخلوق آخر هم المستفيدين الأساسيين في هذا الوقت بالذات، وهم الذين يريدون أن نكون هكذا متشتتين لا خير فينا، يعني نأكل لحم بعضنا ونطعن في بعضنا ولا نرى الخير من بعضنا، مع أن الخير اللي عندنا يعم على الجميع ويكفي الجميع بإذن الله. أتمنى أن يكون هذا المقطع توعوي شوي، لتفهم أن ثم أشياء يعني لا يجب أن تركز فيها، بل ركز في مشوار حياتك، ركز في عيالك، ركز في أهلك، ركز في دراستك، في عملك، كيف تقدم وتضحي من أجل أن تكون عنصر فعال، كأن يذكر اسمك بالخير بعد سنين، بأن يعني يكون لك نسل طيب يذكرك بالخير ويذكره الناس بالخير. فإذا ذكر بالخير فاعلم أنه ذكر في الملأ الأعلى بالخير. هم ناس تريد أن ترسخ للناس عقيدة سيئة بأن الدنيا هذه يجب أن تموت فيها وأن ترضى بالهم والفقر، ويجب أن نحارب بعضنا ونقضي على بعضنا وكذا. هذه هي عقلية الشيطان والعياذ بالله. تفاءلوا خير تجدوه إن شاء الله. وأنا ما أتكلم إلا بهذا الكلام إلا أني أرى خيرا إن شاء الله، وأتمنى الخير للجميع، ولا أتمنى الشر لأي كان في هذا الكون بإذن الله تعالى. وأتمنى أن لا يعني يزيغ أحد، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع، لكن هذا وعد الله سيتمه. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.